حجر واحد، يجيله سكتة قلبية نبقى ارتحنا من النوم. إبليس ما تقولش كده، إحنا أهل. مش عارف تفكر، أنا أفكر لك يا أخويا. لا، عندي حاجات تانية. مالك خايف كده ليه؟ إبليس بص خد يا خد ما تخافش، نقول لك خد مشي. إبليس مشي من الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ومشكلة جديدة من المشاكل اللي بتتواصلوا معايا وتبعتوها لي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر، اسمع كلام ستك، وعلى صفحة ستو كمان الموجودة على الفيسبوك، والرقم بتاع الواتساب المتواجد تحت في التقفيصة بتاعة الوصف، تقدروا تبعتوا مكان ما تحبوا. طبعا انتوا عرفتوا الدخله وعرفتوا المقدمه وعرفتوا كل حاجه. وبص لي كده ليه؟ ولا انت بتبطل تبصي عشان ما اقعدش ابص لك واضحك؟ فزي ما قلت لكم ابعتوا لي مكان ما تحبوا على اي حاجه. تعالوا بقى ناخد المشكله اللي معانا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ستو؟ عامله ايه؟ اتمنى ان انت يا ستو تعرضي مشكلتي عندك في اقرب وقت. انا محتاجه نصايحكم بالله عليكي. انا عرضت المشكله بتاعتي دي على جروب، يعني مش لازم نقول اسمه، لكن ناس كتيره خدت الموضوع بضحك وباستهزاء، ومحدش قال لي حاجه مفيده اعملها. ماشي، هتهزروا وتضحكوا، بس حد بعد كده يقول لي رأيه. أنا يا ستو متجوزة من 9 سنين، تمام، الحمد لله، معايا ولد وبنت وحياتي كانت مستقرة وزي الفل، لحد لما في يوم لقيت جوزي جاي بيقول لي أنا حاسس إن حياتنا بقت مملة، أنا بفكر أتجوز. فكرت والله العظيم إنه بيهزر، قلت له يا عم روح، اللي خدته الهانم تاخدوا مساحة السلالم، زي ما انت كنت قلتي في فيديو كده وكنت بهزر عاد. لا، بس هو اللي سابته الهانم تاخدوا مساحة السلالم. المهم وبعد كده يا ستو عملتها هزار وقعدنا نهزر. بعدها بكام شهر كده لقيته بيقول لي انا عايزه اقول لك على حاجه بس خايف تتضايقي. قلت له لا، قول في ايه؟ قال لي انا خلاص بفكر اني اتجوز عليك. قلت له يا عم مش قلت لك مرة روح اتجوز؟ قال لي يعني مش هتبقي زعلانة؟ قلت له لا. قال لي طيب أنا اتجوزت من حوالي شهر كده، وانتي بقى على ما أظن مش هتكوني زعلانة لأني قلتي لي اتجوز. تنحت كده واتصدمت وقلت له انت بتقول ايه؟ احنا وقتها كنا بنهزر، انت ازاي تاخد الكلام ده جد؟ قال لي لا، أنا عدت عليكي السؤال كذا مرة وانتي قلتي يا عم روح اتجوز. ايه عرفك ان انا كنت بهزر؟ انا كنت بتكلم جد وانت اللي خدتي كلامي على انه تريقه. حسيت ان انا مصدومه ومش قادره افكر، وقلت له يا تمشي انت من البيت يا همشي انا. قال لي طيب خلاص خليكي قاعده في البيت مع الاولاد وانا همشي. وفعلا يا ستو مشي. سالت عند مامته وهو راح هناك ولا لا، قالت لي ان هو ما جاش. قلت خلاص اكيد يبقى راح عندها. وفضلت تعبانه يا ستو غالبا راحت تعبت جدا، واتصلت بوالدتي ورحت المستشفى وعلقوا لي محاليل لان ضغطي وطي جدا ساعتها، وامي اتصلت بيه علشان يجي، وفعلا جه وزي البجح داخل عمال بيضحك وبيقول لي يا ستي هو انت بتزعلي من اللي يهزر معاكي؟ بصيت له كده وتنحت وقلت له يعني انت ما اتجوزتش؟ قال لي لا اتجوزت، بقول لك يعني اللي يهزر معاكي ويقلب الهزار جد. ساعتها اتعصبت عليه وطردته بره الاوضه. مشي، وبعد كده قعدنا نتصل بيه كتير مرضيش يجي ولا يرد علينا. وبعدها بكام شهر يا ستو اتصالحنا والامور رجعت عادي، وكنت متشرطه عليه يوم عندي ويوم عندها. وكان ماشي على الموضوع ده لحد ما من فترة بقى يقعد عندها اسبوع ويجينا يوم ولا حاجة، او اسبوعين ويجي برضه يوم. اتعصبت عليه وقلت له الكلام ده ما ينفعنيش، عايز تفضل هناك عندها خليك. وفعلا يا ستو بقى يفضل قاعد عندها طول الوقت، بيجي الشقة بس لما اكون انا عند امي. دلوقتي بقى انا لاحظت حاجة، كل حاجاتي وهدومي والدولاب بتاعي والمطبخ وكل حاجة يا ستو أنا ببقى عارفة ترتيبي للشقة عامل إزاي. كل لما أروح عند أمي وأرجع ألاقي الدنيا متلخبطة ومش متظبطة، وأنا شاكة إن هو بيجيبها الشقة. أنا سؤالي ليكوا دلوقتي، أنا عارفة إنكوا
هتتريقوا عليا، بس بالله عليكم تقولوا لي الحل. انا عايزه اعرف ازاي هو بيجيبها شقتي وانا مش موجوده ولا لا، لاني هتجنن، وعايزه اعرف اذا كانت بتيجي ولا لا. بالله عليك يا ستو تخلي الناس عندك تدعيلي، لاني في الوقت الحالي مش هقدر اتطلق. الولاد لسه صغيرين، وزي ما انت عارفه الراجل المصري لما بيطلق مراته ما يصرفش عليها ولا على عيالها، وولادي محتاجين تعليم ومحتاجين اهتمام حتى على الأقل مادي. أنا فوضت أمر لربنا، بس عايزة أعرف دلوقتي إذا كان بيجيبها لما أنا بروح عند أمي ولا مش بيجيبها البيت. بالله عليكي علشان الموضوع ده مضايقني جدا. يعني طيب اولا ربنا يهدي لك الحال، وانا كنت فعلا هقول لك يعني انت كل اللي همك هو بيجي ولا ما بيجيش، هو بيجيبها الشقه ولا ما بيجيبهاش، مش همك ان هو اتجوز ومكمله معاه. لكن انت قلتي كلمه اختصرت الحكايه وخليتيني انا اتعاطف معاه، وانت مش عارفه بيجيبها شقتك ولا لا، علشان خاطر تحافظي على عيالك ويعيشوا في المستوى اللي هم عايشين فيه. طيب خلينا نقلبها مشكله كوميديه وكل حاجه زي ما انت ما قلتي، ان عايزين تضحكوا اضحكوا بس قولوا لي حلول. طبعا انا دعيت لك بصلاح الحال. بصي يا ستي، انت عندك 100,000 طريقه تعرفي هو كان بيجيبها الشقه ولا لا. اول هام، وانتي خارجه مثلا رايحه عند مامتك، رشي دقيق كده في الارض بطريقه مش ملحوظه، في يعني على عتبه الباب، يعني ورا باب الشقه رشرشي دقيق، ورا باب الشقه من جوه ناحيه الشقه رشرشي دقيق بطريقه مش ملحوظه، بحيث لو جم تشوفي علامات جزام زي الفار اللي بيسرق حاجه ويدخل على المطبخ ياكلها. بتروح ليا بجح بمراتك عندها. ما علينا، حيله تاني ممكن تعمليها، تجيبي يا ناصحه كاميرات مراقبه، تجيبي كاميرا كده تخبيها في اي حته عندك، في اوضه النوم، في الريسبشن، في الليفنج، في داخله الباب الشقه، علشان تشوفي هو طالع خارج نازل جايبها ولا مش جايبها، تقدري تشوفي وتتأكدي. حاجة تانية، تقدري يا شاطرة كده يا فالحة يا حلوة زمانك ومكانك، تجيبي رش معفن بتاع نمل بتاع صراصير بتاع أي حاجة، وما تقوليلوش، وإد إد 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 في الشقة. لما تطلعي روحي رش على الكنب، رش على الفرش، رش في أوضة النوم، رش في كل حتة، وشيلوا له بقى الملايات والمراتب واقلبي له الدنيا عليها واطيها. لو هو بيروح وشاف المنظر ده هيتصل بك يتخانق معاك وهيبقى مش طايق نفسه. شوفي كمان حل تاني اقولك عليه، قفلي الابواب كلها بتاعه الاوض بالمفاتيح والريسبشن كده، وانتي خارجه اقلبي الكراسي على بعضها وقربيها قوي من باب الشقه، بحيث لو فتح باب الشقه الكراسي تتحرك، نعرف اذا كان هو جه ولا ما جاش. ادي فكره تانية. فكرة كمان، غيري اصلا الكالون بتاع باب الشقة. شوفي بقى هو يقول لك انا جيت افتح باب الشقة ما فتحش، الكلام ده كله. والكاميرا بقى لما تشوفيه تبقي عاملاها على موبايلك يا ذكيه، ما تستناش لما تيجي وتفرغي الكاميرات، لا تجيبي الكاميرات اللي بتتعمل على الموبايلات، عشان لما تلاقيهم تقومي رايحه بالفينيك وبشبشب زنوبه تنسريها عليهم هما الاتنين. حاجه كمان، كان في حاجه نسيتها، والله كانت في حاجه، استني. تقولي له ان انت رايحه عند امك وكل حاجه وانا نازله، وباي باي يا حبيبي وباي باي يا بيبي وتكر والكلام ده، وروحي خلي العيال عند امك وارجعي انت البيت اقعدي فيه، ضلمي الدنيا وكهرباء، بصي افصلي كل الكهرباء اللي في الدنيا، والبسي لك بدله كده سودا كده اللي هم بيبيعوهم على النت دول، اللي بيقول لك كاتومن السودا دي، واقعدوا لهم في الريسبشن، بحيث لو جايبها وجاي يشوفوكوا هما الاتنين يتخضوا يطبوا فيها ساكتين، ويبقى بردك ضربنا عصفورين بحجر واحد، يجيلهم سكتة قلبية نبقى ارتحنا من النوم. ابليس ما تقولش كده، احنا اهل، مش عارف تفكر انا افكر لك يا اخويا، لا ما عندي حاجات تانية. مالك خايف كده ليه؟ ابليس بص خد يا خد ما تخافش، يقول لك خد مشي ابليس، مشي من الافكار. انتوا كمان يا جماعه لو عندكم اي حاجه غير اللي انا قلتها كهربي باب الشقه، بحيث برضك لو يمسكوا باب الشقه، لا بلاش كهرباء باب الشقه ده، هي سيبوا لنا انتوا كمان يا جماعه ارائكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل ظالم يروح يتجوز على مراته وهي مهنناه ومستتاه. اشوفكم بكره باذن الله في يوم جديد ومشكله جديده، وافتح قلبك مع ست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.